بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أقدم لحضراتكم المحاضرة الثالثة في الجنيهات المصرية، شرح الجنيه المصري التذكاري الفضي الغير متداول. وكان الساقط مني في المجموعة في المحاضرة اللي فاتت القطعة بتاعت 15 مايو سنة 71 دي لسنة 1979. المناسبة دي يمكن بيحصل فيها أخطاء شوية، لأن دي في ليها تاريخين على نفس الديزاين. واحد سنة 79، الاتنين هما نفس الديزاين، واحد سنة 79 وواحد سنة 77. يبقى أول واحد سنة 77 ودون سنة 79. نفس الشكل بالظبط، ولكن الاختلاف في التاريخ. واحد سنة 77 وواحد سنة 79. دي سقطت من المحاضرة اللي فاتت، فنرجو التنويه عنها. نبدأ نكمل إن شاء الله المحاضرة الثالثة بالجنيه رقم 21، اللي هو تقدم الفتاة الريفية اللي قدام حضراتنا دون. ديزاين جميل جدا من الديزاينات الجميلة. تقدم الفتاة الريفية، الوجه والظهر عليه جمهورية مصر العربية والفئة والتاريخ زي ما هو واضح أمام حضراتكم. القطعة اللي بعد كده اللي هي بتاعت عملة 15 مايو، ثورة مايو. 15 مايو ديت بديزاين مختلف عن 15 مايو اللي هي دي. يبقى المناسبة دي لها 3 إصدارات، إصدارين شبه بعض في الديزاين، والإصدار الثالث اللي هو بالشكل دون، وظهره جمهورية مصر العربية والفئة والتاريخ دون. الوجه بتاعه مجموعة من الأيادي تمتزج ببعضها، تعبر عن القوة وتقبض على غصن الزيتون كما هو موضح أمام حضراتكم. وعبارة ثورة الصحيح 15 مايو من أسفل التصميم. الظهر عليه جمهورية مصر العربية والفئة والتاريخ 1980. قطعة رقم 23 في التسلسل اللي هي دي تبقى مجلس دي هتبقى كلية الحقوق. دي كلية الحقوق. كلية الحقوق اللي هي دي عملة لكلية الحقوق جامعة القاهرة. الوجه عليه رسم لقبة جامعة القاهرة، تحتها كتاب ضخم مفتوح كما هو موضح أمام حضراتكم. عليه الشعار بتاع كلية الحقوق، يتوسطه ميزان العدل ويعتبر بفصل القانون وبها عبارة العيد المئوي لجامعة القاهرة. العدد بتاعها 50,000 قطعة. القطعة رقم 24 وهي القطعة رقم 24 هي العلمانيين، وهي إنما يخشى الله. الديزاين عبارة عن تصميم للشمس وشمس مشرقة عبارة عن العلماء وديزاين جميل. الظهر بتاعه جمهورية مصر العربية والفئة والتاريخ. يبقى احنا قلنا الوجه يبقى عليه جزء من الكرة الأرضية، وتقدم العلم بابتكارات جديدة واختراعات، الأساليب الجديدة تأتي مجال الطاقة المتجددة والاتصالات الأخرى. والظهر عليه
جمهورية مصر العربية والفئة والتاريخ والعدد 25 ألف قطعة. القطعة اللي بعد كده اللي هي بتاعت قطعة منظمة الفاو اللي هي الطعام والمأوى للجميع. القطعة دي قطعة جميلة قوي وديزاين هايل. الوجه عليه رسم لفتاتين فرعونيتين تنسجان على نول يدوي، ومن أعلاها طبعا الطعام والعمل للجميع. الظاهر عليها جمهورية مصر العربية والفئة والتاريخ 25 ألف قطعة. القطعة اللي بعد منها دي بتاعة القطعة اللي بعد منها دي بتاعة العيد الفضي لتأميم شركة قناة السويس على مركب فرعونية 1956. تحت منها غصن الزيتون ممتد. الظاهر عليه جمهورية مصر العربية والفئة والتاريخ، يبقى قلنا مركب فرعوني وخلفها قناة السويس، والظاهر جمهورية مصر العربية والفئة والتاريخ. العدد 25 ألف قطعة. طبعا الأعداد 25 ألف قطعة طبعا أعداد مبالغ فيها جدا. كانت في الأول بتسك قطع كتير، كمية كبيرة جدا، يعني بدون اعتبار لعدد كمية الهواة وكذا وكذا. فعشان كده فيها السكات منها كبيرة جدا في مصلحة السك والعملة. مصلحة السك والعملة أما من بعد سنة 95 بدأت الكمية تقل، لذلك من بعد 95 الكمية قليلة عن قبل كده. القطعة رقم 27 يوم الطعام العالمي. عليه رسم فرعوني يصور الإله هابي يحمل أزهار اللوتس كما هو موضح أمام حضراتكم، والبردي، وأمامه فلاح مصري يحصد القمح. طبعا ديزاين رائع جدا. الفلاح المصري بيحصد القمح اللي هو دون. طبعا ديزاين هايل جدا. خلفه قطيع من الماشية خلف الفلاح المصري الإله هابي، قطيع من الماشية اللي هو على الجنب دون اهو. الظاهر عليه جمهورية مصر العربية والفئة والتاريخ. القطعة اللي بعد كده هي القطعة اللي بعد كده اللي هي تذكار افتتاح الافتتاح الثالث لقناة السويس. عليها مراكب بتعبر قناة السويس، والوجه عليه مركب بتعبر قناة السويس، مركب فرعوني خلفها قناة السويس، والظهر جمهورية مصر العربية والفئة والتاريخ. طيب بعد كده العملة 29 اللي هي الثورة العرابية، أو زي ما هي واضحة أمام حضراتكم كده. الرسم الوجه رسم يمثل يصور الزعيم أحمد عرابي يمتطي جواده ويخاطب الخديوي إسماعيل. تحت منه في ذكرى مرور 100 عام على قيام الثورة العرابية. الظهر جمهورية مصر العربية والفئة والتاريخ. العدد 5000 قطعة. شوف شايفين هنا ال 5000 قطعة يعتبر أول الأرقام القليلة. 5000 قطعة كان قبل كده 50,000 كده بقى 5000 قطعة بس. ده قطعة جنيه للعيد الفضي لوزارة الصناعة. رسم الوجه مصنع ومدخنة، وعبارة العيد الفضي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.
كده يبقى احنا قدمنا ال10 قطع المحاضرة دي. عليه طبعا الظهر عليه الظهر عليه جمهورية مصر العربية والوفاء والتاريخ، والعدد 25,000 قطعة. دي تعتبر آخر قطعة في ال10 قطع دول. أشكر حسن إصغائكم، حسن استماعكم. أتمنى أن أكون أضفت شيء جديد إلى معلوماتكم، وإلى اللقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.